السلام عليكم. فيديو النهارده هنتكلم عن مسلسل هي كيمياء اللي من بطولة مصطفى غريب ودياب. قصة المسلسل بتحكي عن اخين، واحد اسمه سلطان اللي هو مصطفى غريب، وواحد اسمه حجاج اللي هو دياب. الاتنين بيبقوا اخوات من نفس الاب، بس ما بيعرفوش بعض غير بعد ما ابوهم يتوفى. بيتضح ان ابوهم كان عايش بشخصيتين، شخصية محترمة ودي اللي ربت سلطان، وشخصية تاجر مخدرات ودي اللي ربت حجاج. الاب وهو بيحتضر بيعترف لحجاج ان له اخ اسمه سلطان، وسلطان شغال في تنقية المية، وحجاج تاجر مخدرات ومتجوز واحدة اكبر منه في السن ودي اللي خلته تاجر كبير، ومتجوز في السر واحده اسمها نبيله اللي قايمه بدورها فرح يوسف. وسلطان خاطب واحده اسمها كوثر اللي قايمه بدورها مريم الجندي وشغاله كول سنتر. ففي فرق كبير بينهم، بس بما انهم اخوات فسلطان وحجاج بيقعوا في طريق بعض. فحجاج بيكتشف ان اخوه عنده موهبه انه يشرب السيجاره يعرف مكوناتها ايه، فحجاج بيجبره انه يشتغل معاه في تصنيع المخدرات. فمع مرور الاحداث سلطان وحجاج بيقرروا يتوبوا، بس التجار التانيين عايزين سلطان يصنع لهم مخدرات. فسلطان بيفكر ازاي يخلص منهم، وفعلا بيتعاون هو واخوه بيقدروا ان هم يسلموا التجار للحكومه. ده ملخص المسلسل باختصار، بس في شخصيه لازم اذكرها لانه اكتر واحد ضحكني، وهي شخصيه عماد صاحب سلطان اللي قايم بدورها ميشيل ميلاد. بجد الشخصيه دي عاليه قوي، معظم الضحك في المسلسل عند عماد. تقريبا مفيش مسلسل كوميدي في موسم رمضان ده ينافس مسلسل هي كيمياء، فلو هنيجي نقيمه هنديله 9 من 10. بس في جزئيه لازم نتكلم عنها، وهي علاقه حجاج ونبيله. زي ما قلنا حجاج متجوز نبيله في السر. في احداث المسلسل حجاج طلق نبيله 3 مرات، فكده ما ينفعش يرجعوا لبعض الا لما نبيله تتجوز واحد تاني. حجاج بيقرر يجيب عماد صاحب سلطان ويجوزه نبيله وبعدين يطلقها عشان ترجع له. ده في الاسلام حرام، لازم عشان ترجع له تتجوز واحد وتعيش معاه عادي، ولو حصل خلاف بينهم واتطلقوا ساعتها ترجع لحجاج. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المحلل والمحلل له. المحلل ده الراجل اللي بيتجوز الست بغرض انها ترجع لطليقها زي عماد، والمحلل له هو اللي عايز يرجع طليقته بالطريقه دي زي حجاج. وبس كده يكون خلص فيديو النهارده. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك، وسلام. والله ولعب الهوى واحنا قاعدين سوا، والله ولعب الهوى واحنا قاعدين سوا. الوقت راح كده والفل جه كده، الوقت راح كده والفل جه كده، وبقيت ده وده سلطان، سلطان اهل الهوى.